السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ أمنا. اليوم رجعت لكم بوصفة دولمة الكرم اللي عمري ما نستغنى عليها في شهر رمضان الكريم. عائلتي يموتوا عليها، سهلة اقتصادية، غير بنص صدر تاع الدجاج وانتي حضرتي كمية ما شاء الله، والبنة تاعها روعة، يعني فعلا طبق يستحق التجربة. شوفوا نفتح حبة قدامكم، الحشو ما يجيش ناشف، يجي طري زبدة. راح نرافق هذه الدولمة بمرق أحمر والحميصة. هذا الطبق رمضاني بامتياز. كملوا الفيديو للآخر، ما تبخلونيش بهذيك الجنب في الفيديو فضلا وليس أمرا. نروح نتعرفوا على الوصفة مباشرة. أنا لهنايا عندي كمية تاع الكرم، غسلتها أكيد، نقيتها مليح وقطعتها رقيق وفورتها. بعد ما فورتها قطرتها مليح من الماء، يعني عصرتها مليح من الماء، لازم تعصروها مليح من الماء، تكون ناشفة من الماء. نضيفوا لها جمغارف نتاع المايزينا. دروك تقولوا لي علاش المايزينا باش تخلي الكروم تاعكم ما يتحلش كي ديروه الضلمه طيبوه ما يتحللكمش. نديروا الجمغارف تاع المايزينا ونخلطوها مليح، ندخلوها في هذاك الكروم. نسحقوا تاني نص صدر تاع الدجاج كنت طيبته في الماء اكيد ورحيته. راني رايحه نضيفوا لهذاك الكروم، وراني رايحه نضيف التوابل تاني، كمون كزبر والثوم والملح ونص مغرف نتاع طماطم مصبره. فهمتوني؟ انا رايحين نضيفوهم كامل ونضيفوا الكميه نتاع المعدنوس تاني. هنا راني رايحه ندير نصف الكميه هنا تاع المعدنوس، وراني رايحه نضيف تاني 2 بيضات كما راكم تشوفوا، ونخلط كل شيء مع بعض كيما راكم تشوفوا لهنايا حتى وين يمتزجوا لي كامل هذيك المكونات وتدخل لي هذيك التوابل والطماطيش. ندخلهم مليح في هذاك الصدر تاع الدجاج والكرم ونخلط كل شيء مع بعض. جربوا هذه الوصفه البنات، صدقوني من اروع الوصفات اللي دقتها في حياتي. سهله وتوجد بالخف وما تكلفش بزاف، والبنه تاعها روعه صدقوني، فعلا طبق يستحق التجربه. شوفوا هنايا بعد ما خلطت هذاك الحشو مليح مليح ندخل كل شيء مع بعض، نخلط كل شيء مع بعض كما راكم تشوفون. بعد ما خلطتهم راني رايحه نحي شويه كميه كما هكا ونكورهم على شكل كريات، يكون الحجم تاعهم ما كبير ما صغير، يكون متوسط كما راكم تشوفون لهنايا. راني رايحه نخدم الحبه الثانيه تاني بنفس الطريقه على شكل كورية، يكون الحجم تاعها متوسط. نكمل بنفس الطريقه كامل الحشو اللي عندي كما راكم تشوفوا لهنايا، غير بنص صدر تاع الدجاج وانتيا حضرتي هاد الوصفه. تقطع لك كميه ما شاء الله وسهله التحضير في وقفه وانتيا حضرتي هذا الطبق. جربوه وقولوا لي في التعليقات كيفاش خرج معاكم، على بالي راه رايح يعجبكم وراكم رايحين تعتمدوه طيله شهر رمضان الكريم. نحبوا نبدلوا شويه هكا في الوصفات ونوعوا كل مره نديروا حاجه، ولهذا دائما نشارك معكم وصفاتي اللي نديرهم انا في رمضان، اقتصاديين وبزاف سهلين تاني كيما راكم تشوفوا لهنايا. من بعد ما كملت كامل الكميه دروك راني رايحه نقليهم في مقله. درت شويه نتاع الزيت سخن وراني رايحه نحطهم كامل يطيبوا، غير نحمرهم شويه ونحيوهم باسكو راح نطيبهم بعد في المرقه. دروك من بعد ما حمرتهم مليح من كل الجوانب راني رايحه نحيهم. اللي طابوا راني رايحه نحيهم، اللي مازالوا نخليهم حتى يطيبوا مليح. غير يتحمروا شويه، قلت لكم ماشي طيبوهم حتى وين تحرقوهم، غير تحمرهم شويه ونحيهم. هنا بعد ما حمرتهم نخليهم بجهه ورانا رايحين نخدموا مع بعض المرق تاعنا. اول حاجه في مقله درت شويه نتاع الزيت سخن وراني رايحه نضيف لها حبه تاع بصل تكون كبيره ومقطعه رقيق اكيد، نضيف لها كميه نتاع المعدنوس ثاني قطعتها رقيق، وراني رايحه نضيف لها الملح اكيد، ونضيف لها تاني الكزبر، ونضيف لها الكمون، ونضيفو تاني كمية تاع الثوم اكيد هي اللي راح تعطينا بنة، ونضيفو تاني نص مغرفة نتاع طماطيش مصبرة. رانا رايحين نتكتكو كل شيء مع بعض حتى وين تدبان مليح هذيك البصلة وتطلق لنا هذيك البنة مع التوابل هذيك والثوم. هنا بعد ما غليت كل شيء مع بعض غليتهم مليح راني رايحة نمرق بالماء السخون اكيد. نضيفو الكاس الاول تاع الماء السخون ومن بعد تيك نضيفو الكاس الثاني ونخلط كل شيء مع بعض باش ما تلصقليش هذيك لاصوص لتحت كيما راكم تشوفوا لهنايا. بعد ما خلطت كل شيء مع بعض راني رايحه نضيف الحميصه اللي كنت طيبتها من قبل اكيد. هاد الحميصه راني نطيبتها من قبل كيما راكم تشوفوا. رانا رايحه نضيفو هنايا هذوك الدولمه تاعنا نتاع الكرم، نضيفوها لهذيك المرقه
بهذا الشكل حتى وين نكمل نحطهم كامل. هنايا بعد ما حطيت كامل الدولمة تاعي نغلق عليها. نتوما طيبوها في الكوكوطة، انا هنا برك صورت لكم في المقلة كما راكم تشوفوا لهنايا. بعد ما طيبتها تحصلنا على هاد الدولمة اللي بزاف بنينة ويقطر بالبنة. جربوها، على بالي راهي راح تعجبكم هاد الوصفة وراهي راح تولي لكم ادمان. غير بنص در تاع الدجاج وانتيا حضرتي هاد الطبق اللي يقطع لك كمية ما شاء الله ويهنيك تاني من التخمام. دايما نخمو واش نديرو. هاني جبت لك هاد الوصفة راهي راح تهنيك من التخمام اللي بزاف سهلة وتحضريها في وقفة وتقطر بالبنة. شوفوا هنا نفتح لكم هاد الحبة راهي دايبة وحدها كما راكم تشوفوا. الحشو ما يجيش ناشف، يجي طري زبده. نتمنى يا رب تكون عجبتكم وصفتنا نهار اليوم. استنوني في الوصفات الجايه ان شاء الله، ولكن قبل ذلك خلوا لي جيم وكومنتير هكاك تحفزوني به. نتلاقاو في الوصفات القادمه ان شاء الله. باي باي.